المكسيك مرونة كاملة. إذا السفارة المكسيكية الآن تقول في الولايات المتحدة بأن أمريكا شاركت استخباراتيا في هذه العملية، عملية قتل المانشو. إذا المكسيك تؤكد الآن مشاركة أمريكا استخباراتيا في عملية قتل المانشو. ¡Señor de los gallos! المكسيك مرونة كاملة. 3 شهور بقات المونديال اللي غيتنظم في الامريكان وكندا والمكسيك. هادشي اللي غتشوفوا بعينيك دابا ما غاديش تيقوا. عصابة في المكسيك مجهزة اكثر من الجيش المكسيكي براسو، الموتشو اللي سميتو مانشو، زعيم عصابة في المكسيك روان الدولة كاملة. الروينة غتبدا من بعد تعاون المخابرات الامريكانية مع قوات الخاصة المكسيكية، وغادي يقدروا يوصلوا لزعيم العصابة الموتشو اللي سميتو مانشو، فين غادي يصفيوها ليه باش يتعناو منه قبل ما يوصل كأس العالم 2026 في شهر 6. ولا كان كيتصحابك بان مانشو زعيم عصابه عادي، فانت غالط. مانشو اكبر زعيم عصابه وتاجر مخدرات في امريكا اللاتينيه كامله، داير جيش ديالو بوحدو من المرتزقه ومسلحهم باخر الاسلحه اللي كاينه. مانشو السلاح اللي عنده وما عندش الجيش المكسيكي براسو. كثار من هادشي السيد داير مستشفيات خاصه بتجهيزات متطوره باش يداوى بلا ما يمشي عند الدوله. حاكم التجاره ديال المخدرات والكوكايين في امريكا اللاتينيه كامله. وفاش غتصفيها ليه الامريكان والمكسيك غيخرجوا المرتزقه ديال الجيش ديالو ويرونوا المكسيك كامله. العصابه ديال مانشو قدروا باش يسيطروا على المطارات، شالوا العافيه وحرقوا المؤسسات ديال الدوله كامله. قوات الامن والجيش المكسيكي ما قدروش يسيطروا على الوضع لحد الساعه اللي كتفرج انت في الفيديو، ولحد الساعه الجيش ديال المرتزقه ديال زعيم العصابه مانشو قدروا باش يفرضوا السيطره على 15 مدينه في المكسيك. ولكن السؤال اللي محير الناس وكيدور في راس كل واحد، فين كانت الدوله ديال المكسيك ناعسه تقدر هاد زعيم العصابه يدير جيش ديال المرتزقه ديالو كامله مانشو من 2010 حتى 2026 قدر باش يغلب دوله كامله ويشل الحركه في المكسيك. وهادشي كامل هو ماشي حي، ماتوا صفاو عليه، والجيش ديال المرتزقه اللي كانوا خدامين عنده خارجين كينتقموا ليه. الحمد لله على نعمه الامن والامان اللي كيعيش فيها المغرب، والله يعز قوات الامن والجيش المغربي. ترى ما يمكنش هادشي اللي وقع واخا تشوفوا في الافلام ولا يكذب عليك شي واحد ويعاودوا ليك. زعيم عصابه يحكم دوله على قدها بحال المكسيك ويكون عنده الجيش الخاص ديالو داير بحال قوات المارينز الامريكيه، مسلحين ومدججين باخر ما كاين من السلاح. واش المكسيك قادره باش تسيطر على الوضع وترجع الامور كما كانت قبل ما يوصل كاس العالم؟ كاس العالم اللي بقى ليه 3 شهور بالضبط ويبدا، ولا غيتسحب منها التنظيم بسبب عدم الامن في المكسيك؟ الايام اللي جايه غنشوفوا واش الامريكان غتدخل وتعاون المكسيك في هادشي اللي وقع ليها، خصوصا ان المخابرات الامريكيه هي اللي عاونات المكسيك باش تصفيها لهاد زعيم العصابه. ولا المكسيك غتكون دخلات الحرب اللي ما قاداش عليها مع العصابات اللي كاينين في المكسيك. امريكا اللاتينيه عالم بوحدو، العصابات تما حاكمين لازون ودايرين ما بغاو، لدرجه ان هاد العصابات الدول ما بقاتش قادره عليهم وتسيطر عليهم، وهذا هو اكبر خطر كيهدد امريكا اللاتينيه كامله. الامن والاستقرار ماشي ساهل، خصو حكمه وتخطيط، والدوله ما خصهاش تغمض عينيها على هاد العصابات وتخليهم يبداو يكبروا. انت فين عمرك شتي عصابه عندها سلاح اكثر من دوله؟ هاد الفيديو كان فيه داكشي اللي واقع في المكسيك باختصار. الا عجبك الفيديو ما تنساش تشارك في القناه وتبارطاجي مع الاصدقاء ديالك وتعطينا رايك في التعاليق. ولا بغيتو نكملوا في هذا الموضوع شنو واقع في المكسيك واخر التطورات اكتبوها لي لتحت في التعاليق.